السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشناوي قال في تصريحات: لن أرحل من النادي الأهلي إلا من الباب الكبير. وقال: لو خرجت من النادي الأهلي وطلب عودتي مرة تانية هرجع بدون تفكير. طبعا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر وأحسن جون في أفريقيا. طبعا يعني دي تصريحات ما تطلعش إلا من لاعب كبير وقائد كبير. فطبعا الشناوي معروف عنه إن هو وافي دايما للنادي الأهلي. إيه، يعني دايما حتى جاله كذا عرض قبل كده، لكن الشناوي رفض العروض دي بسبب النادي الأهلي وحبه للنادي الأهلي، وإن هو عايز يفضل يعني إيه يرتدي فانلة النادي الأهلي. تحية كبيرة طبعا لمحمد الشناوي. في برضه محمود متولي هيغيب عن مباراة حرس الحدود اللي إن شاء الله هتكون بعد بكرة يوم الخميس، عشان في كدمة كده في رجله يعني. فالأهلي يعني إيه، يعني يعني هو هيغيب عن مباراة الأهلي وحرس الحدود. وطبعا الأهلي بيحتل المركز التاني برصيد 62 نقطة، لكن مؤجل له 6 مباريات. زي ما احنا عارفين النادي الأهلي مؤجل له 6 مباريات. كان في تصريحات لمدرب الوداد البيضاوي فاندن بروك. قال إن الأهلي يستطيع الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل عام بسبب ميزانيته. وقال كمان إن الأهلي عنده لعيبة رائعة ولاعيبة كويسة، وكمان الجماهير عنده ضخمة. يعني قال إن ميزانية النادي الأهلي كويسة، عشان كده النادي الأهلي بيستطيع إن هو كل سنة إن هو ينافس على دوري أبطال أفريقيا. وقال إن هو عنده كمان لعيبة جيدة جدا جدا وعنده جماهير عريضة. وطبعا ديت التصريحات ديت يعني أغضبت جماهير نادي الوداد ونادي الوداد. لكن هو بصراحة هو قال الحق يعني. والتصريحات دي طبعا محدش يقدر يعني ايه من الإعلام المصري طبعا يقدر يقولها، أو أي مدرب في مصر يقدر يقولها، لأن يعني انتوا عارفين هنا في مصر يعني طبعا الكل بيكره النادي الأهلي بسبب تألقه داخل مصر وخارج مصر. برضو كان في برضو الوداد برضو أفسد صفقة للأهلي. كانت صفقة المفروض هتبقى قوية جدا مع اللاعب يحيى عطلة. طبعا هو بيلعب زي ما كان علي معلول كده باك ليفت. فطبعا يحيى عطلة لاعب نادي الوداد كان قريب إن هو يجي من الأهلي، لكن رئيس نادي الوداد جدد العقد بتاعه وخلى يعني أفسد الصفقة دي للنادي الأهلي. في برضه عندنا كان في تصريح برضه لخالد الغندور قال فيه إن الزمالك ما خدش دوري أبطال أفريقيا من 20 سنة علشان بسبب السحر والشعوذة والكلام من ده. وقال إن الزمالك كمان معمول له عمل إن هو ما يروحش كأس العالم للأندية. يعني تصريحات طبعا غريبة دايما من قناة نادي الزمالك، وتصريحات دايما غريبة من خالد الغندور. مستشار مرتضى منصور دايما بيقولوا تصريحات غريبة جدا جدا عن السحر والشعوذة والكلام من ده. طب لما في سحر وفي شعوذة، طب ما تشوفوا أي دجال ولا أي حاجة يفك العمل دوت علشان يعني النادي الزمالك يقدر ينافس على البطولات ويروح أفريقيا ويروح كأس العالم للأندية والكلام ده. لما انتوا عارفين إن في سحر، طب ما تروح لأي حد يفك لك السحر ده طالما انت مقتنع بالكلام ده. كان في برضو من ناحية تانية هنقول المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى كأس أفريقيا. طبعا كودوفار عشان طبعا هي المستضيفة، وفي مصر والمغرب وتونس والجزائر والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، وفي زامبيا وغينيا الاستوائية وفي غينيا برضو وفي غينيا بيساو وفي نيجيريا وفي مالي وفي كاب فيردي. دي المنتخبات المتأهلة لكأس أفريقيا حتى الآن. بكده تبقى خلصت حلقة النهاردة. أتمنى لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.